السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت يا شيخ عايزة أسأل على حاجة. دلوقتي في بعض المصلين أثناء الصلاة بيقولوا ساعة سمع الله من حمد ربنا لك الحمد والشكر، وبيصروا إن كلمة الشكر ديت ما هياش كفر بالله وما هياش غلط إن احنا نقولها، إن احنا مش بنقول شرك. ومهما حاولت حضرتك مثلا تحسسهم ان هم ده غلط في الصلاه، لا بيقعدوا يجادلوا لا وده مش حرام واحنا ما بنقولش شرك، ده احنا بنشكر ربنا. ايه المشكله لما نقول ربنا لك الحمد والشكر؟ الحاجه الثانيه ان اثناء صلاه التراويح في مع بعض الشيوخ المشهوره يعني مثلا لما بيجي اللي هي في الوقت بتاع الدعاء اللي هو مثلا اللي هي بتبقى في الوتر اللي هي لا يعز من وليت ولا يقولوا مثلا ايه لما بيجي يعني يدخل ربنا سبحانه وتعالى يقولوا نشهد يا الله. انا سمعت ان الكلام ده مش مظبوط وان احنا المفروض نأمن فقط على دعاء الامام. برضو عايزه اوضح حضرتك على القصه دي، لان برضو بيأوحوا ويقولوا ان مثلا كلمه نشهد احنا برضو احنا يعني بنؤكد ان ربنا بس في الصفات دي ما احناش بنقول كفر برضو. حاضر. كتر الف خيرك. شكرا. بالنسبة لحديث بتاع الركوع لما الإنسان يرفع من الركوع ربنا لك الحمد، فيها نص وارد حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تباركت ربنا وتعالى. ده نص الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالوا لما نرفع من الركوع، ده نص ثابت ما فيش فيه كلمتين. بعض الناس يتعودوا يقول ربنا لك الحمد والشكر، وبعض الناس تبوس على ايديها وشويه حركات كده. دي حاجات عادات اكتسبها الناس من الخارج، واحنا ما بنحاولش ان احنا نصحح مع كل الناس. يعني حضرتك تحب تصحح الواحده ما تصحيش لاي واحده من عوام الناس، لا احنا بنصحح ليه اللي حضرتك تلاقيها قريبه منك في الفهم، قريبه منك في السن، قريبه منك في الموده، قريبه منك في الروح، يعني بتاخد تدي معاكي، عندها قبول لاستجابه هذا الكلام. لكن مش كل الناس، وما يكونش على ملأ ان احنا ننزع ونقول لا انت ما تقوليش كذا وانت، فهي تحس انك بتعدلي عليها ودي بتحس كذا، فبلاش الطريق ده خالص. لكن خليكي في الدعوه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بالنسبه لصلاه التراويح وورا الناس وبتاع ونشهد وكده، المفروض ان المأموم الكلمات المسموح له ان يقولها ان يقول آمين أو اللهم آمين. وكلمة آمين يعني اللهم استجب. لما نقول آمين يعني اللهم استجب، يعني معناها ايه؟ معناها ان الإمام بيدعي ربنا سبحانه وتعالى وبيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، واحنا بنقول يا رب استجب لهذا الإمام أو استجب لهذا الدعاء. استجب لهذا الدعاء، الإمام لا يدعو لنفسه منفردا وهذا لا يصح، إنما يدعو للجميع. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا أصلح لنا أصلح ديننا، ده كله بصيغة الجمع، ما يقولش أصلح ديني. فلما يقول بصيغة الجمع احنا بعديه بنقول آمين، ولما بنقول آمين ده معناها يعني يا رب استجب. أما بقى قصة الدعاء القنوت هو وارد وثابت في الصحيح، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي وقنا واصرف عنا ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعالى. إذا هنا ده نص صريح، واحنا بنقول آمين خلف الإمام يعني اللهم استجب. أما بقى قصة نشهد وحقا ويا الله وبتاع، دي أشياء طبعا كثيرة من البدع. وطبعا الجماعة المشاهير الكتير قوي اللي بيقعدوا يقولوا بقى، والناس تقول يا الله يا الله و30 ساعة يقعدوا يقولوا الله، وطبعا ده كله كلام وصور وأشكال تسمى الاعتداء في الدعاء. احنا أشرنا إلى ذلك في تقريبا الحلقة 23 أو 22، يمكنكم الرجوع إليها تجدون هذا الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. ناخذ